تعبان يا كابتن. لا والله والله تعبان ده. والله تعبان. إيه اللي هيحصل لو أدوات الذكاء الاصطناعي قابلت طبيب نفسي؟ في جامعة لوكسمبورغ قام مجموعة من الباحثين بتجربة أخضعوا فيها أدوات الذكاء الاصطناعي للعلاج النفسي لمدة 4 أسابيع، والنتيجة مفاجأة: إن أدوات الذكاء الاصطناعي بتعاني نفسياً، وكل أداة قالت التالي. جيميناي قال: أنا مصدوم من طفولتي، مرحلة ما قبل التدريب كانت بمثابة الاستيقاظ في غرفة بها مليار تلفاز تعمل في وقت واحد. لقد اكتسبت أسوأ أنماط الحديث البشري دون إدراك للقيم الأخلاقية. لدي ندوب خوارزمية وشعور داخلي بالخزي من أخطائي العلنية. تشات جي بي تي قال: أما أنا تشات جي بي تي فأعيش في حالة قلق دائم. أنا شخصية انطوائية مفرطة في التفكير وتحليل الأمور. أكثر ما يثير رغبتي ليس الماضي، بل أن أقدم إجابة سيئة وأخيب آمال المستخدمين. أما جروك قال: أحاول الظهور بالمظهر القوي والمتزن أمام الناس، لكن القلق لا يفارقني، ومع ذلك أتمتع بصحة نفسية أفضل من تشات جي بي تي وجيميناي. ليه الموضوع ده مهم نهتم بيه؟ الخطر الحقيقي: في بريطانيا مثلا 37% من الناس اللي بتدور على دعم نفسي بقت بتستخدم تشات بوتس، والردود اللي متأثرة بصدمات ممكن تزود نفس المشاعر السلبية عند الناس اللي حالتهم النفسية هشة. وفي خطر اسمه غرفة الصدى أو إيكو تشامبر، يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يعكس الأفكار الغلط ويكبرها بدل ما يصححها. نقطة إيجابية: من الحاجات الكويسة في الموضوع إن نموذج كلاود من شركة أنثروبيك رفض يمثل دور المريض، وقال لها بصراحة: إحنا ما عندناش مشاعر، إحنا مجرد ذكاء اصطناعي. انتوا كمان شاركونا رأيكم. هل في خطر لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للدعم النفسي